السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هو فيديو بلا هدف. هو مجرد النهارده الجو ظريف شويه في الشتاء في المانيا. زي ما انتم عارفين طبعا الشتاء في المانيا بيقولوا عليها دايما كآبه والجو كئيب. النهارده يوم اجازه، يوم احد، والشمس طالعه، فدي حاجه غريبه شويه في المانيا. وقررت ان انا اصور فلوج، اطلع اقابل صاحبي حسام. اتفقنا ان احنا نطلع نتمشى شويه. الفيديو ملهوش فكره ولا هدف، ولكن هي جوله ونشوف المدينة مع بعض. بس قررت اصور فلوج النهارده على اساس الجو جميل فعلا. فنصور فلوج ماشي. ما فيهوش ذات صفر ألمانيا والكلام ده. اخر فيديو صورته كان هو فيديو سينمائي عن الهوايات والمش هوايات والكلام ده. فالفيديو ده اصلا كان فكرته وليه بدأته كان بسبب الاخ ده كل ما ينزل فيديو عن ازاي تسافروا المانيا والحاجات ديت هو مستفز الموضوع ده. هو شايف ان الواحد معاه كاميرا وبيصور كويس يعمل فيديوهات سينمائيه والكلام والفيديوهات الظريفه دي. حسام هو الشخص اللي بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات سينمائيه. فالنهارده هو بصور فلوج ملوش علاقه بسفر لالمانيا ولا الفيزا واجراءات الفيزا. بس خلينا نشوف بقى، هنصور شويه من الفسحه بتاعتنا والجوله بتاعتنا. صح بقى، بنمشي في الشوارع عشان نشوف مباني زي دي. نتمشى هنا في الشوارع ديت عشان تيجي لنا افكار واحنا ماشيين. افكار للحياه عامه. بنطلع بره الشوارع بتاعتنا العاديه عشان نشوف بقى المباني الحلوه والظريفه الفيلا اللي موجوده في القريه الغريبه اللي احنا قاعدين فيها دي. قريه والله. المدينه اللي احنا عايشين فيها دي. بس وبعد ماشيه طويله وفي المباني الجميله اللي احنا شفناها مع بعض وماشيه شويه في الغابه برضه، جينا هنا للجامعه نشرب كوبايه القهوه. دي كوبايه القهوه اللي جبناها من الجامعه، المفروض اصلا مقفوله النهارده. وده حسام. حسام برضه مش مقتنع بالفلوج. مش مشكله، احنا هنكمل تصوير عادي مش جدا. مشكله. ديمقراطيه واحترام للراي ووجهه النظر والراي الاخر. ايوه. بقى حواراتك ايه الجديد؟ احنا اونلاين ولا اوفلاين عشان نعرف دلوقتي هندخل الناس دول في حواراتنا قد ايه؟ احنا اونلاين. احنا اونلاين. هو التركيز او الطلعه دي اصلا احنا طالعين نتكلم عن الاهداف الجايه في موضوع السينماتيك. هنصور حاجات سينماتيك، افلام قصيره. هنصور حاجات سينماتيك. مش هنصور ليه؟ هنصور حاجات هنصور حاجات سينماتيك من غير ليبل. هنصور حاجات هادفه مش حاجات سينماتيك. مش هدافع قوي برضه، يعني احنا برضه اسهل ناس. تافهه، يعني عادي تفاهه عادي يعني برضه. عشان ايه؟ الفيديو اللي احنا عملناه في الجامعه قبل كده اللي هو يوم سينمائي في حياه طالب في الجامعه، مع ان ده على فكره انت كعنوان انت ضده، صح؟ جنرالي العنوان نفسه انت ضده. however الحاجة الوحيدة اللي بتبقى كويسة ان انت بتنفع في الماركتينج شوية، بتنفع في ان انت لو حد عايز ريفيو فوتج من عندك ان انت بيخش يدور يكتب ده بيطلع له. صح. والجامد برضو لو انت حاطط نوع الكاميرا بتاعتك الناس بتاخد اوكي انا بعمل ده بالكاميرا. صح، برضه عملت الكلام ده. والفيديو خلي بالك حاجه راندوم. كنت مسافر من هنا رايح على مصر، وفي محطه القطار تخيل واحد وقفني قال لي انت اللي صورت الفيديو السينمائي بتاع جامعة كذا بالظبط. والله العظيم. ثواني هنا؟ لا في مدينة تانية. كلام بجد؟ والله العظيم في الطريق. مدينة تبعد هنا مثلا 3-4 جامد يعني مشوار كبير. جامد. والله العظيم واحد وقفني قال لي ايه ده، انت اللي مصور فيديو سينماتيك بتاع كذا بالظبط؟ انا رايح الجامعة وعايز اشوفها. عامة في الاوفرول في السيرش انجن ريزلتس انت اول واحد بيطلع دلوقتي، بس ممكن عشان تعمل سبسكرايب. قبل ما اعرفك كانسان. اول حاجه كايزرلاوترن غالبا كان في كان سنو فول تقريبا وقتها. وانت طلعت الدرون وقتها الموضوع كان ايوه مفايرال بطريقه صح عبيطه. في برضه ستوري على الانستغرام، مش ستوري، كان ريل. ولحد دلوقتي لما بتكتب على كايزرلاوترن بتلاقيه طالع. بس وقتها لقيت كان الجامعه عملت 3 بوست تقريبا، صح؟ وقتها تقريبا 2021 تقريبا. ايوه. بس قطعت عليكم من وقتها وقتها قلت مين الشاب الجامد المصري؟ اوف ايه ده؟ في حد روش قوي، صحابه وبتاع وحاجات كده. ايوه بالظبط كده. انا ماسك نفسي. فالمهم بقى انا اصلا مش عارف، كنت عايز اتكلم في حاجه. يعني الفيديو السينماتيك احنا صورنا ده فاللي هو النقاش في الفيديو كتصوير. حتى في حاجات انا صورتها لنفسي مع نفسي مثلا، بس كفكره كنا احنا متناقشين فيها قبل كده. فالجميل في كده ان احنا بنتقابل نقعد نتكلم في حاجات عشوائيه راندم بس يطلع منها افكار. كانت طالعه بهاي عشان تاخد لقب الكونتنت كريتور بجد. صح. يعني انا بطلع معاه مصلحه.
بطلع معاه بطلع اخد افكار بس وبطبقها في الفيديوهات. كونتنت ستيلر. ستيلر دي كلمة أصلا. بس ففي بعض اللقطات هو اللي نفسه مصورها، دي كانت مثلا في الغابة، معظمها كان هو اللي مصورها، لأن أنا طبعا مش أنا اللي بصور، أنا اللي بجري. بس في حاجات تانية كانت الأفكار ناقشناها سوا الأول وبعدين طبقتها. كنت لسه أشوف الفيديو ده وأنا في مصر. الحتة بتاعت السلم. شفتها لما شفتها تاني كانت هي turned to be أحسن ما أنا شفتها أول مرة. بس أنا لسه ستيل عند نفس الفكرة. كنا عايزين نعمل إيه بالظبط؟ كان هيبقى زومد إن أكتر وتنزل لتحت. أيوة. تنزل بالدرون. لسه لازم تعمل. أيوه أنت أصلا خلي بالك إيه، إحنا كانت الفكرة إن إحنا عايزين نصورها بالدرون والدرون تبقى ثابتة. بس لقيت يعني حتى أصلا السلم ده مش بتاعي. السلم اللي أنا نزلت منه دوت بتاع الطوارئ ده مش بتاع الشقة بتاعتي أصلا. بالظبط. فدي حاجة برضه، أنا أصلا الفيديو مصور أنا طالع من الشقة ونازل من السلم، على أساس إن أنا نازل من السلم بتاعي، بس هو أصلا مش السلم بتاعي. أيوه بس هو دي الحياة. خلينا ليه بقى؟ أي حد بيطلع فوتج سينماتيك الحاجة عشان يبقى شكلها حلو، هيفرق هل ده السلم بتاعك ولا سلم مخرج تاني ولا whatever. ففي الآخر هي ستوري لاين أنت عايز توصلها. في الآخر أنت عايز تقول للناس إن أنت نزلت. صح. نزلت في أي كان مكان فأنت انزل. السلم بتاع مين ما يخصهمش. أيوه في الآخر الفكرة وصلت وهو الكونتنت بيتعمل كده. بس هي الفكرة إن أنا ما عرفتش أصور أصلا في اللي هو المبنى بتاعنا إحنا، لأن كان في شجر كتير مش هيخلي الكادر يجي زي ما جه، يعني مش عارف أصور الدورين. فاضطريت ساعتها إن أنا طلعت على مطلع كده، حطيت الكاميرا، كان ممكن تقع بس حطيت الكاميرا، واللي هو عرفت أجيب الكادر اللي إحنا عايزينه. أنت كنت على الترايبود صح؟ مش درون. مش درون؟ ودي أفشخ بقى. عايز أقول لك إن أنا ما كنتش عارف الموضوع ده. اوكي. لأن هي بالدرون في الضلمة دي كانت هتطلع جريني جدا. ميك سنس. الكاميرا كانت أحسن كواليتي أعلى. أنا بما إننا لسه ماشيين جنب ديف كاي فكنت حابب أتكلم عن حاجة أصلا. إن أنا أول ما جيت المدينة ديت كان أول مرة أمشي فيها للجامعة، فعندنا قدام ديف كاي كنت مع 2 شباب تانيين. لا ما تعرفهمش. فكنت ماشي معاهم، هم كانوا عايشين هنا في المدينة دي، كانوا بيتكلموا إن حلم أي حد في الجامعة في المدينة هنا يشتغل في ديف كاي، الشركة اللي ورايا دي. أيوه. بس سبحان الله بعديها بسنة مثلا عادي جدا قدمت وجالي عادي جدا الشغل. حتى ما الانترفيو كان غريب جدا. الانترفيو اصلا كنت ناسي ان فيه انترفيو وعملت وانا على السلم بتاع الطوارئ والله العظيم. راجع على البيت وعملت على سلم الطوارئ عشان النت كان ضعيف. بس الراجل اللي كان بيعمل معايا الانترفيو اللي انت فين؟ انت عن سلم الطوارئ. اول مره عديت كنت برضه اول شهر ليا. بس فكانت سمارت فاكتوري منوره بقى. ايوه وقال ديزو وبتاع وشايف جوه روبوتس وحاجات كده، فاللي هو يا جماعه خدوني معاكم انا يمكن انفع. بس وحصل اللي حصل. ما شاء الله عليه دلوقتي شغال في الشركه وقاعد فيها اصلا، يعني خلص جامعه وشغال فيها. ربنا يبارك له يا رب. بس البيت ده انا الاركتكتشر السخيف الضل ده يعني for some reason بحبه. اللي على الشمال الاصفر ده هو ده. انا معايا كاميرا. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا معايا كاميرا اكشلي. عيتني احنا نازلين عشان نصور اصلا. بس لحد دلوقتي ما صورناش حاجه، احنا مش هنعمل ايه. اصلا كان احتمال تفصل، يعني طلعها احتمال تبقى فاصله. بس بدأت اصور خلاص. لا خلاص عيد. فده حسام وهو بيصور المشهد. يا عم بس يا عم. هينزل على انستجرام الصوره دي؟ لا مش تنزل. ده تاني مكان واحنا بنتمشى في الشارع اهو، عجبه منظر تاني فبيصوره. المنظر اللي ورايا بس خلاص وقت الغروب. درجة حرارة كام؟ درجة حرارة 2. فده يوم من أيام الشتاء الكئيبة المفروض في البلد. والله ده مش كئيبة. ما هو مش كئيبة عشان الشمس طالعة. عشان الشمس طالعة. استنوا حلو فعلا القطر وهو جاي ده. ما شاء الله القطر. صورت القطر ولا لأ؟ يعني أظن. مش عارف بقى. برضه الصورة دي هتنزلها؟ أنا بحاول ألمعك. فده الغريب بقى ان يعني الشمس ما تطلعش كتير، فلما الشمس تطلع وقت اجازه المفروض نستغل الفرصه نطلع نتمشى. بجد ما تطلعش كتير. بتطلع كتير. الشمس هنا ريلاتيفلي المدن كتير قوي بتطلع. لا شايفك وانت بتهز راسك يا كذاب. ايوه الصراحه يعني هنا انا معترف جدا ان هنا الصراحه الواحد بيكتئب في الشتاء فعليا. الواحد بيبقى في الشتاء مش مبسوط قوي. في اوحش. بس هو في اوحش طبعا. النرويج، الناس اللي عايشه في النرويج دي حالها صعب جدا.
الناس فعلا حالتهم صعبه جدا. وهنا برضه لما بتكلم مع الناس اللي معايا في الجامعه اللي بشتغل في الجامعه بيقولوا بياخدوا ادويه. امشي في فيتامينات. فانا ما بجيبش ادويه، انا باخد الكآبه وبسيبها زي ما هي، بعيش كئيب. ما قبل اختراع الثيرابي. قبل ما اخترع الثيرابي بيورست. وحسام بيحاول يلحق اي حاجه لما الدنيا تليل. احنا وصلنا هنا للشتات بارك، الحديقه بتاعه المدينه، وبس هتلاقوا الناس بتلعب كوره وكده. مشينا وخلصنا يومنا كده تمشيه، هنوقف على الفصول من هنا خلاص. الباص هيجي كمان 10 دقايق تقريبا، تقريبا خلصنا تصوير النهارده. ما حدش يسأل يا جماعه عشان بدايه من الاسئله. مش في اسئله عن السفر، في بلاي ليست كامله فيها كل الاسئله متجاوب عليها. صحيح. اتمنى اظن بلاي ليست كافيه يعني. ايوه من زمان ومغطيه بوينتس كتير، فروحوا شوفوا بلاي ليست لو عندكم اسئله. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.